مرحبا، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كلكم خير. رجعت لكم فيديو جديد وسريع، بس لا تنسون تحطون اللايك بسرعه بسرعه. هذا الفيديو بس عن غرفه الولد، راح اسوي غرفه الولد غيرتها، راح احكي لكم انا ليش سويت. طبعا بلشت وياكم من البدايه، لانه احنا جينا رممنا الحياطين، كانت الحياطين شويه خربانه، الولد ما شاء الله يعني مبهدليها. فالمهم هنا دا اشوفكم هذا الاكل اللي ماما سوت لنا اياه. سوت لنا هذا الاكل لانه اهلي جوي يساعدوني، لانه شغله كثير كثير بشكل مو طبيعي. يعني بصراحة كانت صعبة كلش كلش، وحتى يعني كنت ناوية اصور لكم مراحل وخطوة بخطوة، بس من كثر ما سرير ادم كان معقد وبيه اجزاء كثيرة، يعني قطع كثيرة دخنا بيه وتبهدلنا صراحة. فشوفوا يعني أنا ماما طابخة ذاك الطبخ ما شاء الله، وأنا جيت أكلت المعكرونة لأنه أنا أحب هاي المعكرونة. فصبغنا الحائط هذا مثل ما تشوفون، يعني سوينا طبقتين حتى يعني يمشي ويا الجهال، لأنه بهدلوني. هذاك الحائط كان يعني بصعوبة، يعني مو أمسحه وأنظفه وهو نوعه صبغ عادي، فقام شلون أقولكم يخف ويصير بقع، تحسوا يعني مكان هنا صبغ نظامي وهنا من كثر المسح رايح يعني داخخ. فالمهم الحمد لله صلحنا. جيت هنا ركبت ورا الباب هذه الرفوف حتى أحطها يعني للتخزين. هي أصلا يمكن مال أحذية بصراحة، بس أنا جتيني فكرة أقول أحطها ورا الباب وخلي بيها جنطهم الصيفية، يعني جنط السفرات، أحذية إذا رادوا يعني هيجي. وجينا بعدها فكفكنا السرير القديم وتخلصنا منه. طبعا احنا ما ذبيناه لأنه ماكو شي نذبه هنا، انطيناه الناس يعني. فهو ما بيشي، هو مش يعني مشكلته بصراحة، هو كان كلش كبير والولد ما يحبه وعالي همين، وما مريح يعني هم بنفس الوقت، انه كبير ضخم على غرفة اطفال، وهذا كان غلط انه اشتريناه من البداية. فالمهم انه الحمد لله خلصنا تركيب السرير مال ادم، وكان معقد جدا مثل ما قلت لكم، ما قدرت اصور لانه دخنا بالمالت الكتالوج، ونجيب هاي الخشبة ونحطها هنا وما اعرف شنو، يعني دوخنا. وهمين كان اكو جايبين احنا يعني ويا هاي الطلبية كنتورين صغار، لأنه نوح كان يريد همين كنتور صغير مثل آدم، فجبت خلاص قلنا يلا نوح واحد وهارون واحد، فد مرة يعني احنا مغيرين. وهنا حبيت أشارككم الأشياء اللي موجودة على مكتب السيد نوح. شوفوا نوح، طبعا بالبداية أول ما سوينا سرير آدم نوح انقهر كلش، مع أنه هاي كانت اختياراته هاي الأشياء، بس أنه شاف أنه آدم عنده خصوصية ومالته الكنتور وكذا. وهمين أنا اشتريت له أصلا كنتور نفس كنتور آدم اللي جوا السرير، اشتريت له إياه هو، واشتريت واحد لهارون. فهو شوية غار وضاج، بس أنا وعدته قلت له إن شاء الله يعني بالأيام الجاية راح أجيب لك أشياء حلوة وهيجي يعني. المهم هنا هاي الأشياء اللي موجودة على مكتب السيد نوح، اللي هي أشياء أنا دا أجهزها للنظام المدرسي. يعني حاولت أنه أجيب له كتب أو كراسات إحنا نسميها يتعلم عليها حتى يفهم النظام مال المدرسة اللي راح يروح عليه السنة الجاية. الكتاب الأول الموجود هذا مال الكرة الأرضية، هذا نوح كلش يحبه كان، وما زال يحب على فكرة، ويظلون يقرون به وحافظيه كل الولد، يعني الحمد لله أنه شوي عندهم حب للكتب. وهاي شغلة حبيت أشارككم إياها، أنه أنا اشتريتها الولد من زمان، اللي هي دورة الحياة مال الأشياء. يعني مثلا هنا هاي الدجاجة، فحبيت أشوف الولد إنه الدجاجة شلون تصير. الدجاجة تجيب بيضة، والبيضة بنصها يصير هيجي كائن حي أو كتكوت، وبعدين الكتكوت يفقس ويطلع، وبعدين يكبر ويصير دجاجة، وتدور الحياة بهذا الشكل. هي هاي دورة الحياة. طبعا حتى مو بس بالحيوانات، حتى مال النباتات، مثل هنا الذرة، قلت لهم إنه الذرة ناخذها نزرعها وبعدين تكبر وكذا، وبعدين نرجع وتدور. الفكرة من هذا الشيء اللي أنا أسويه إنه أعلم الأولاد أهمية الأشياء وأصولها، وهمين دورة الحياة لكل شيء. يعني البذرة إلها دورة حياة، والحيوان إلها دورة حياة، وكل شيء موجود على الكرة الأرضية هو إله دورة خاصة به وتختلف عن غيره. فالمهم يعني حبيت أنطيهم فكرة، يعني هي مجرد معلومات عامة بس حتى يستفادون ويفهمون انه مثلا البيضة منين تجي، الحليب منين يجي، خلينا نقول التفاحة منين تجي، وشلون نزرعها، وبهالشكل. خلصت هنا سرير نوح وهارون الحمد لله. واخيرا تدرون اني لما دا منتج هاي بعد شغل كثير كثير كثير، يعني ما تصورون هنا الشغل شلون كان. بس أنا قلت يعني خليني أنزل شوية شغلات بسيطة، وهم ما ردت أغيب عنكم. الفيديو الجاي إن شاء الله راح يكون فيديو من اللي تحبوه أنتوا، اللي يعجبكم، والإخراج ما راح يكون مختلف يعني، بس يعني
انتظروني. هنا أنا هاي اشتريتها هدية لآدم لأنه آدم يحب الماينكرافت، فقلت كان عندنا يعني محل معين ما أريد أذكر اسمه منزلها ومسوي تخفيضات عليها، فقلت يلا مو مشكلة اشتريها لآدم. طبعا هارون قام نوح سوري مو هارون، نوح قام يبكي وزعل لأنه هو يريد همين هدية، بس هو ما يحب الماينكرافت، هو يحب النينجا. تعرفون هاي الليجو النينياغو على قولة الألمان، فهو يحبها كلش، وقلت له إن شاء الله بس ينزلوها أشتري لك إياها بس لا تزعل. هنا أنا هاي شغلة همين حلوة تقدرون تشتروها لأولادكم، تاخذ من وقتهم همين وتشغل وقت فراغهم، اللي هي إنه يعبون هاي النقاط كل نقطة باللون مالتها، يعني بالحاوية الحاوية الزرقاء بس تجمعون بيها النقاط الزرق، الحاوية الحمراء بس النقاط او الطبب بالحمرة، يعني هيجي كلش حلوة. وبصراحة اني يعني تصوروا اني كبيرة العب بيها ويعني تعجبني. واما هذا اللوح فاني جبته لآدم بالبداية لما كان دا يتعلم، يعني بداية دا يتعلم الرياضيات خلينا نقول. بس على فكرة اذا حابين تعلمون اولادكم طريقة حلوة جيبوه، والطفل راح يستمتع وراح يتعلم بسرعة على العاد. هي عبارة عن ايد وهاي الارقام اللي دا تشوفوها، وترفعون الاصابع على عدد الارقام، وهاي هي حتى تعلمون الطفل بالبداية أساسيات الرياضيات من 1 ل10، يعني هذا الجمع البسيط، مو للأعداد المعقدة أو الأعداد الكبيرة الضخمة، بس هي هم حلوة يعني كبداية للتأسيس مال الرياضيات. اللي بعده هنا راح تشوفوه هذا الدفتر أو الكتاب مال هارون. هذا الكتاب هو مثل تنشيط للدماغ عند الطفل، فيعلم الطفل شلون يفتح ويسد هاي الأشياء، مثلا السحاب، الأشياء هاي مال الموجودة بالجنط، يعني الأحزمة، أشياء حلوة يعني الطفل يشغل نفسه بيها. وعلى فكرة تنشط العقل، يعني هي تعتبر منشط للعقل عند الأطفال، وهمين للمقدرة الذاتية، يعني حتى يعتمد على نفسه لما يفتح مثلا خلينا نقول جاكيت بنطلون هيك يقدر يعتمد على نفسه بهالشي. هذا الحلو بيها، وموجود بيها حتى مال الأوقات يعني الساعات. شوفوا هنا بيها سحاب دا أشوفكم إياه. وبعدين هنا حتشوفون هاي أيام الأسبوع موجودة هنا والشهر، وموجودة حتى التوقيتات يعني والصيف والشتاء وهاي الأشياء. يعني هي صحيح هي ما نقول يعني إنه هارون يعرفها كلها، بس على الأقل يكون موجودة يعني من البداية هو يشوفها، وبعدين مرور الوقت كل ما يقلب بالكتاب راح يحفظها ويتعلمها. وهنا هاي الأحرف هو مثلا إذا يريد يكتب اسم أو شي يلزقها، وهاي القيطان يدخله بهاي خلينا نقول هاي ما أعرف شنو اسمها الحبال على الأرقام، يعني يمشي من 1 ل10. وهذه مثل بازل يعني همين مال تركيب. وهنا هاي الأشكال، ونفس الشي همين يشوفون هنا الدقم مال حذاء الرباط إنه يرجع يعدله. هارون يفتحها يلعب بيه ينفشه، وبعدين أنا أجي أعدله يعني أرجعه. بس إنه بصراحة كلش حلو، أنا بصراحة أحب هذا الكتاب كلش. هذا اللايت اللي شفته هسه أنا دا أغير بالألوان مالته، اشتريت لهم إياه 2 يعني كل واحد كلش حلو للمكاتب وهاي، لأن دا تشوفون هو فوق لايت وبعدين هاي الجوة لما تطفون الفوق تبقى هاي اللايتات اللي تتلون، يعني انتوا تختارون اللون تحبوه. هذا الكتاب همين هذا كتاب آدم، مستحيل أحد يلزمه وممنوع. آدم يقرأ ويشغل وقته بشكل فظيع بيه ويحبه كلش. يعني دائما أقول الحمد لله أنه آدم ونوح يحبون الكتب. فأنا صورت لكم أنه هو دا يقرأ بالكتاب بدون ما يدري، لأنه من أشيل الكاميرا راح يقول لي ليش صورين ها، ويقعد يحكي غير مواضيع، فقلت خليني أصوره بالبوقة. جيت هنا حطيت ألعابهم. طبعا حقولكم شغلة، لا عبالكم أنه أولادي أو بالأخص هارون بين قوسين
يعني ما يشيل الألعاب ويوقعها، لا يوقع ويشيل ويتعبني ويبهدلني، بس إنه ألملم ورا يعني، بس مو دائما، مرات أعوفه على راحته إلى أن هو يتعب مثلا، وآخر اليوم أجي ألملم اللي هو مثلا سواه أو نفشه. هنا مسحت هاي الجزء، فخل أحكي لكم على هذا الجزء المتعب. أنا حاطة هاي اللي تشوفوها نايلون عادي، يعني هو كيس ثخين عادي، أنا جيت حطيته هيجي حتى يحمي الكوميديات أو الجرارات من تكسير أو شخابيطهم، أو حتى يعني لما مثلا مرات يجيبون قلاص مي يشربون فيحطوه فيتكبى، فقلت يعني حتى شوية أطول عمر الخشب حتى ما يخرب بسرعة وذبة يعني، فقلت خليني أحط هذا النايلون. وبصراحة هو يعني عملي، يعني فايدني إنه حامي الكوميديات. هنا أنا آدم كلش كيف لما حطيت له تشرشف قاعد يشرح لي من هذول الشخصيات. وهارون كان أقصد نوح يعني يريد يشوف الفراش، يعني خبصني يريد يصعد يشوف الفراش، وآدم ما كان يقبل. بعدين قلت له أنا إن شاء الله أجيب لك تشرشف أحلى. وهنا الغرفة خلصت بداية، هذا أول يوم بعد ما صفطت الهدوم وسويت الشراشف وكل شيء. فثاني يوم كنت أنا عفت كل شيء طبعا، يعني كل شيء يعني ما تصور، تعبت خلص، يعني استسلمت، رحت هيجي على فراش قتيلة. المهم هنا أنا حبيت أقول لكم إنه جبت هاي الماكينة من الروزمان. هاي الماكينة تستأجروها أنتم من الروزمان، ما تدفعون أي شيء ببلاش، مجرد إنه تشترون المادة، يعني اللي هو العلبة مال المنظف مال الماكينة نفسها، هو تقريبا سعره 22 يورو بس، هذا تدفعه. انطوني اياها مدة تقريبا 3 ايام هاي الماكينة استخدمها على الارضيات. ما تتصورون كم مرة عدت على الارضية مال الولد، يمكن 6 مرات 7. أعبي الماكينة وأرجع أشتغل بيها من جديد، وأرجع أعبي الماكينة وأشتغل بيها، وهذا هو الشكل النهائي للغرفة. مثل ما تشوفون هاي الجوانب هنا هي الكناتير مال هارون ونوح. ليش ما جبتها كناتير عالية؟ لأنه خفت لا سامح الله مثلا يصير شيء توقع مثلا تنقلب عليهم، لأنه كثير عندنا حوادث، وأعرف ناس كثير صار عندهم حوادث من الكنتور مال الأطفال لأنه ينقلب على الجهال. فخفت أني من هالشي، خصوصا أن هي كنتور بابين، فقلت لا خليها تكون قصيرة وخفيفة على قدهم، وإن شاء الله بالمستقبل يعني ما تدرون شنو يصير، واحد بعدين لما يكبرون أكثر وأكثر واحد يسوي لهم شيء أحسن، واحد يجوز ينتقل على بيت أكبر. فالله أعلم، واحد ما يدري شنو الله كاتب له وشنو مقدر له، والأرزاق بيد رب العالمين، ينسد باب منا ينفتح ألف باب من هنا. فالمهم من هنا شنو، من غير مكان يعني. شوفوا هذا الفيديو أكيد راح تقولون ليش هيك قصير، وليش ماكو شيء، ما مو مثل عادتك يعني بالفيديوهات الغير يعني وهيجي مو مثل ما تعودنا. لا أنا أقولكم هذا الفيديو قصير لأنه أنا ما أريد أغيب عليكم فترة طويلة. الفيديو الجاي شوي راح يكون مثل ما تحبون، بس يحتاج لإخراج، فلهسه باي نزلت هذا الفيديو حتى أقول لكم الفيديو الجاي الإخراج ما راح يكون غير. ولهنا الفيديو يكون انتهى، وسلام.